يمكن ملحقش اكمل الحكايه. ليه الكلام ده بس يا عبد الله؟ القدر يمكن ما يسعفنيش، بس المحفظه دي فيها اللي مش موجود في اي جواب تاني، فيها اللي كل الناس بتدور عليه. اشمعنى عايز تديها لي دلوقتي؟ لان الوقت حان، وده ورثك من جدك. طب هو ايه حكايه ان جدي السلطان حامد دي؟ فاكر يا حامد لما حكيت لي حكايه جدك السلطان لما زرع صباعه في الارض؟ ايوه فاكر. وفاكر كمان لما اتعشيت عندكم في البلد اول ليله وانت تعبت وكنا في نص محرم، وعرفت انك بتحس بتعب جامد كل سنه في نفس الميعاد؟ فاكر برضه. انت بتحس بالتعب كل نص محرم عشان جدك قتلوه في الليله دي اللي كان فيها القمر قد كده. وده اللي بيحصل لكل احفاد السلطان، سواء احفاده بالنسب او بالكرامه. وانا كمان بقيت احس بكده في نص الحرم يا مولانا. هتروح للشيخ هام الطيب، هيدلك على المقام اللي فيه الحاجه اللي بتدور عليها. ده ورثك من جدك يا حاج، ما تفرطش فيه. اروح له فين؟ في مقام السلطان. ما تموتش يا عبد الله. عبد الله انت كده بتخلف وعدك معايا يا عبد الله. خلاص تمام، اطلعوا. حامد احنا في خطر، اللي ضربوا نار قريبين من هنا، مش بعيد يطبوا علينا دلوقتي. معاك حق. خش انت جوه وانت بطيه. طيب يلا يا فريد. عم عبد الله ما تموتش يا عم عبد الله، شوف قدر ربنا. عم عبد الله